ياما نجوم لعبوا في النادي الاهلي وبعد كده ما اشتغلوش في النادي، كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس ما ينفعش تروح تقول النادي الاهلي هيروح كاس العالم يلعب 3 ماتشات ويرجع هي رحله وفسحه. النادي الاهلي نادي كبير ان شاء الله، وهيتمكن باذن الله من بلوغ دور ال 16 ويبعد ويوصل لابعد نقطه، لان لعيبه النادي الاهلي رجاله وفريق بطل، فريق بيمثل افريقيا ومصر والوطن العربي، هيقاتل في الملعب، هيموت نفسه في الملعب. وانا متاكد ان النادي الاهلي باذن الله هيعدي ويوصل لابعد حاجه. لكن انت ما تنفعش تقول كده، لان النادي الاهلي ده ما تنساش في يوم من الايام ان انت لعبت فيه. مش معنى ان انت ما اشتغلتش فيه تقعد تهاجمه وتقلل من اللعيبه وتحبط اللعيبه وتصدر لهم الاحباط وتتكلم عن النادي اللي عمل اسمك بهذا الشكل. مستحيل الواحد يبقى محترم واخلاق. فعش انا مثلا لعبت في الاهلي، ما تشتغلش بعد كده في النادي الاهلي في اي منصب، مفيش اي مشكله، انا ممكن اخدم النادي في اي موقع وفي اي مكان. ودايما دايما يعني اساند الفريق واساعد الفريق، لان الفريق ده اللي عمل اسمي وعمل شهرتي ووصلني اللي انا فيه. مش كل شويه هاجم واقلل من النادي ورحله ومش رحله. باذن الله هتكون رحله موفقه اسطوريه، ويرجع النادي الاهلي بعد ما تاهل لابعد نقطه ممكن في كاس العالم للانديه.